أتعلمون بالقشة التي قسمت ظهر البعير؟ هل أنتم على علم بالنقطة التي أفاضت الكأس؟ أتعلمون تلك الضربة التي حطمت البنيان؟ في عالم الكرة هذه الأمثلة تنطبق بالتمام والكمال على كروس ساحر خط الوسط وضابط إيقاع منتصف الميدان. كما استغرب وكم تأخذني الدهشة عندما يصل لمسمعي أن هناك جماهير ليست بالقليلة تفاجأت لماذا انهارت الريال فجأة وهم يعلمون أن كروس قد اعتزل. ألم يسمعوا قد قول زيدان عندما وصف من جمع بين الافتكاك والصناعة في وسط الميدان بأنه يضرب دفاعات الخصوم بتمريرة حريرية واحدة ولا حاجة له ل70 تمريرة يهدر بها الوقت في تواجد توني الذي يختصر ذلك. هذا الكروس حظي باحترام جميع من دربوه وأخذ كل ثناءهم قليل الإصابات. في مساره الحافل لم نسمع قط باللازمة التي ترافق اللاعبين، غاب بداعي الإصابة لأنه كان يشتغل في الصمت وبدون بهرجة، حتى اعتزاله كان اعتزال الأساطير. عندما شعر بعدم القدرة على تقديم المزيد انسحب بصمت وبسلاسة تدرس.